السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، لو أول مرة تشوفي القناة ياريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك كده إشعار وتشوفي كده فيديوهاتي كده على طول. طبعا متنسينيش من اللايك والكومنت حلو منك، تشجعوني كده باللايكات والكومنتات عشان ننزل كل يوم فيديو مع بعضينا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض كده فطار خفيف كده ولذيذ ومش هياخد معانا أي وقت. الفطار بتاع النهاردة هنعمل مع بعض كده كباب حلة، وهنعمل كمان رز أبيض. أول حاجة كده عملتها، جبت كده الحلة بتاعتي، حطيت فيها معلقتين كبار كده من السمنة، سبتهم كده لحد ما يسيحوا كده والسمنة سخنت، وبعدين نزلت باللحمة اللي معايا. اللحمه اللي معايا حوالي كده نص كيلو يعني، وكمان فيهم قطع كده سمينه شويه، بس عشان يخلي طعم كباب الحله اللي معايا يكون طعمه حلو. نزلت بهم كده في الحله، فردتهم كده في الحله، مش هديهم تجليبه خالص دلوقتي غير لما لون اللحمه بتاعتي لونها كده يغير. في الوقت ده جبت كده حوالي كده 4 بصلات يعني، حوالي كده نص كيلو او اقل من نص كيلو البصل. قشرتهم كده وغسلتهم، وبدأت ان انا اقطعهم كده مكعبات صغيرة. انا مش بحب اقطع البصل مكعبات كبيرة بحجم اللحمة، عشان اللحمة ممكن بنقطعها كبيرة عشان خاطر يعني لما نحطها على النار وكده بنلاقيها كده كشت شوية. البصل برضو انا مش ما بحبوش يكون ظاهر جو يعني في الاكل، فعشان كده بقطعه ايوه مكعبات، بس مكعبات صغيرة. هنا كده في الوقت ده اديت تقليبه كده للحمه، بحاول ان انا اشوحها كده كويس. الحتت البيضه اللي في اللحمه هخليها تاخد كده لون دهبي حلو، عشان اللحمه بعد ما تستوي يكون طعمها حلو معايا، والحتت السمينه ما تكونش تقيله يعني كده في الاكل، بتكون خلاص كده اتصفت وتكون نشفت معايا ويكون طعمها حلو معايا. بشوح كده طبعا من وقت للتاني، بقلب كده في اللحمة عشان خاطر كلها تاخد كده لون وتكون كلها متشوحة كده كويس. بعد كده ما اللحمة اللي معايا اتشوحت كويس، نزلت كده بقطع البصل اللي معايا، اللي هو حوالي نص كيلو او اقل من النص كيلو بشوية من البصل. هو الكباب الحلة بيحب البصل الكتير، يعني عملت كيلو لحمة تعملي قصاده كيلو بصل، عملت نص لحمة تعملي نص بصل. فهو حلو عشان خاطر كمان بيرمي معاكي يعني بصل وطماطم، فبتلاقي الكمية لو نص كيلو من اللحمة هتحط قصاده نص كيلو من البصل، فيضاعف الكمية، فهيديكي كمية أكبر. الطريقة ديت بتكون حلوة وبتكون طعمها حلو، وبصراحة أكلة لذيذة بصراحة، ما بتاخدش وقت معاكي، وكمان أخف من إن احنا نقعد نطبخ ونعمل آه دمعة والكلام ده كله. لا، احنا في رمضان عايزين أكل خفيف، يعني أكل كده الواحد ياكله وما يتعبش منه. بشوح كده البصل، طبعا البصل بفضل اشوح فيه كده مع اللحمة لحد البصل اللي معايا كده ما يدبل ويشرب كده من اللحمة، واللحمة تشرب من البصل، ويكون طعمهم كده حلو مع بعضهم. هنا كده رجعت كده حطيت حلة اللحمة على العين اللي ورا، وغطيتها كده هي والبصلة مع بعضهم، وسبتهم كده على نار هادية، ومن وقت للتاني برفع الغطا بديهم تقليبة كده واغطي تاني. هنا في الوقت دوت رحت جبت كمان حلة تانية وحطيت فيها شوية من الزيت، ونزلت بكمية الرز اللي انا هعملها. انا ما بعملش رز كتير عشان ما يقعدش لتاني يوم، انا بعمل الاكلة بتكفينا طاقة واحدة بس، يعني فطار وخلص الموضوع على كده، عشان ولا في حاجة تقعد لتاني يوم، ولا نقعد نسخن والكلام ده كله. هو الرز اساسا حلو كده، اللي هو ينزل من على النار على الاكل على طول وخلص الموضوع على كده. قلبت الرز كده كويس لحد ما الرز بتاعي كده ما نشف معايا واتحمر كويس كده، فبدأت كده ان انا ازوده. طبعا ضفت الملح، ضفت مكعب من المرقة، واسيب كده الرز على نار عالية لحد ما يتشرب، وبعد كده بهدي النار عليه. في نفس الوقت الرز بعدها بشوية كده بديله تقليبة كده، لو لقيته محتاج شوربة تاني بزود. كده يا بنات اللحمه بتاعتي خلاص اتشوحت كويس مع البصله، والبصله دبلت معايا والدنيا تمام كده. نزلت بكميه الطماطم. الطماطم انا مش ضايفه طماطم كتير، انا ضايفه حوالي ربع كيلو كده من الطماطم. ضفت كمان معاهم التوابل، ضفت ملح وفلفل وكزبره وشويه من 7 بهارات، وشويه كمان من البابريكا.
كل التوابل الحلوه ديت ضفتها كده وايه، وهديهم كده تقليبه كلهم مع بعضهم، الطماطم مع اللحمه مع البصله مع التوابل والملح، وهغطيهم وهسيبهم كده على نار هاديه. بعد بشويه ارفع الغطا ادي تقليبه. بعد شويه كده برفع الغطا لقيت بقلب كده اللحمه مع البصل والطماطم، لقيت اللحمه بتاعتي لسه ما استوتش. بزود كده شويه ميه، بس شويه ميه صغيرين خالص، يعني مش هنحط ميه كتيره. بس بصراحه اللحمه اللي معايا كانت حلوه، ما خدتش سوا معايا خالص، فما ضفتش اي ميه خالص، وكانت حلوه واستوت. وكمان كان فيها ايه، صوص كده حلو. لكن لو لقيت اللحمه بتاعتك لسه نيه معاكي او لسه ما استوتش يعني، لسه تروحي تضيفي كده شويه ميه، بس مش ميه كتيره، بس حبه بحبه كده لحد ما توصلي لسوى اللحمه اللي انت بتحبيها. خلاص كده يا بنات، كان المغرب خلاص بيأذن. عرفت كده الاكل ادي كده اللحمه بتاعتي، كباب الحله، وكمان الرز، عملنا الرز الابيض الحلو، وكمان عملت كده سلطه كده بالجزر والفلفل والطماطم وحاجه كده حلوه، وكمان حطيت مخلل. وده فطار النهارده، يا رب كده ينول اعجابكم. وطبعا حطوا لي لايك من ايديكم الحلوه، وكومنت حلو منكم كده، وشجعوني وقولوا لي رايكم ايه في الفيديو بتاع النهارده. كل سنه وانتم طيبين، ربنا كده يعود عليكم الايام بخير، ورمضان مبارك عليكم.